السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم مزيان؟ اموركم مزيانه؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو باحسن الاحوال. اليوم غندير معكم واحد الوصفه اللي تبارك الله زوينه وعجباتني، وانا غنجربها معكم اول مره. انا اول مره غادي نديرها وبغيت نجربها معكم. شفتها في واحد القناه وبغيت نجربها معكم. المهم كما كتشوفوا عندنا هنا جوج كيسان. بعد الوصفه هي انك تخلي الكميه ديال الكفته، يعني ربعه ديال الكفته كتخليها تتضاعف بكميه كثيره بواحد المكون اللي هو كما شفتوا جوج كيسان ديال البرغل او القمح المهرس. كتغسليه مزيان وكتصفيه وكديريه في الجبانيه بحال ما هكا، وكديري ليه الماء دافي وكتخليه حتى كيشرب شويه داك الماء دافي باش يتحل لينا داك البرغل او القمح. من بعد كنصفيه وكنديروه في الكسكاس اللي ديجا البرمه كتكون ديجا يعني فيها الماء طايب مغلي. كنحطوها في البرمه كما كتشوفوا، وكنحسبوا ليها شي 20 دقيقه حتى 30 دقيقه. هي كيفور داك القمح المهرس في البرمه. من بعد ما كيفور كما كنشوفوا كنحركو غنحطوه في القصريه. هاد اللقطه هذه مشات ليا من الفيديو. كتحطيه في القصريه او في اي حاجه بغيتها في طبسيل كبير، وكتفرقيها هكا حتى كتنشف بحال الديكور ديال الكسكسو. كتحليه كامل حتى كيبرد مزيان، ماشي كينشف، حتى كيبرد مزيان. وكتبقاي تخلطيه مع الكفته. الكفته ضروري تكون كفته ديال البقري، ضروري. هاد الطريقه هذه كتجي مع الكفته البقري. وكتشدي داك القمح المهرس كتبقاي تخشيه في الكفته. كتبقاي دلكي حتى كتدخلي داك الكميه ديال القمح. كتدخلي كميه بشويه بشويه كما كتشوفوا راني قسمتها على جوج. كتبقاي تمعكي وتعجني وتدلكي باش تدخل داك الكميه كامله هذا البرغل يدخل الكفته. هاد الوصفه هذه شفتها عند واحد السيد، واحد الاخ عبد القادر، عنده قناه في اليوتيوب. شفتها عنده هاد السيمانه هذه، قلت والله تنجربها وقلت نشاركها معاكم. بصراحه عجبتني مني دارها، قلت الله تنجربها ونشوفها. المكون اللي زاد فيها القمح يعني حاجه صحيه، يعني ماشي شي حاجه اللي مواد حافظه ولا شي حاجه غضرنا. وكنتمنى تكون النتيجه مزيانه. المهم كما كتشوفوا راه غنخلط داك المكون كامل مع الكفته حتى يندمج معاه. وهاد الطريقه سبحان الله غتنفع صحاب المطاعم، صحاب المحلات ديال البيع والشراء ديال المأكولات الخفيفه والسريعه. بحال هكا غادي تعاونهم هاد الفكره هذه وهاد الطريقه هذه. وهنا كيف ما كتشوفوا عندي هنايا 3 طروفات ديال الشحمه، وعندي البصله قطعتها طروفه صغار. غنديرهم في الهاشوار. غندير البصله قطعتها طروفه صغار وغندير معاها الشحمه، وغنزيد معاها شويه ديال معلقه صغيره ديال القزبور، في معلقه صغيره ديال القرفه، في 2 معالق ديال التحميره، ومعلقه صغيره ديال السكنجبير، وشويه الزيت البلديه. المهم غادي تطحني كامل داكشي في الهاشوار. هادو في حاله الا ما عندكش الاله ديال الكفته تقدري ديري هادشي كامل تخلطيه مع الكفته كما درت انا في قصريه، تخلطيه مع المكونات كامله وتحطها في الاله ديال المختصه في الكفته. داك الوقيته راه كطحن هي كلشي. اللي ما عندوش الاله ديال الكفته كيدير الهاشوار بحالي. كديري فيها البصله، كديري فيها هذا، نعاود معكم البصله والشحمه وقرفه معلقه صغيره، معلقه صغيره ديال القزبور، معلقه صغيره ديال السكنجبير، 2 معالق ديال التحميره باش تعطي اللون. كاين اللي كيدير الملون والخرقوم، كاين اللي كيدير الملون الغذائي، انا ما درتوش. وكاين اللي كيدير كنور ديال اللحم. انا في عوض كنور ديال اللحم غندير عطريه ديال اللحم معلقه صغيره. صافي كتميكسي داكشي كامل كتخلطيه في الهاشوار، وكتزيدي كتزيدي على الكفته. صافي وكتخلطي لك العناصر كامله مع الكفته. انا هنايا رجعت كلشي درتو في الهاشوار حيت بقات لي لاصقه الكفته. بغيت نعمل الشحمه مع البصله، بغيت نستافد منها ونزيد نخلطها مع الكفته. صافي كتخلطيهم مزيان، كتخلطي مزيان باش كتدخل داك العناصر ديال العطريه كامله والبصله والشحمه مع الكفته، مع داك الكفته والقمح المهرس. وتبارك الله راه عطاتني كميه كبيره ما شاء الله. زعما النتيجه صدماتني والله، يعني 3 الاضعاف. كيف ما كتشوفوا شو تبارك الله قداش رابعه ديال اللحم شحال خرجت ليا. تبارك الله عليه هذاك السيد، الوصفه ديالته ما شاء الله عليها. درتو في الفران كما كتشوفوا.
انا درت الفران وخليت كميه واحده اخرى. دابا تشوفوا واش غندير بها. هاد الكميه غير بغيت نوريكم في الفران كي غتجي، وتبارك الله راه النتيجه صدماتني بحال مشوي. والله الا المذاق ديالو بحال مشوي في الفاخر. ما شاء الله على داك السيد، زعما شكرا بزاف على هاد الفكره، كنا محتاجينها في رمضان، ولكن الحمد لله كل حاجه كتجي في وقتها. زعما ما شاء الله، والله الا زعما وصفه زعما كنشجعكم باش ديروها. هذيك الكميه اللي بقات ليا من الكفته بغيت نديرها في الطاجين، بغيت نجربها في الطاجين كي غتجي. كما كتشوفوا راه قطعت هنا البصله، درت العطريه كامله، درت هذا الثومه، كنقطع دابا في الثومه كما كتشوفوا. الربيع، المطيشه انا ديجا كنصايبها عندي كتكون ديجا عندي في المجمد. كنديرها في قوالب ديال كنطحنها، وكنديرها في قوالب ديال لي مادلين، كنحطها في الفريغو، كنحيدو من بعد ملي كتجمد كنحيدها وكنحطها في الفريغو، وكنستافد منها. يعني وقت ما بغيت شي حاجه كناخذ داك المطيشه من الفريغو. المهم هنا راه درتها في الطاجين مع البصله والربيع والثومه وهنا كما كتشوفوا راه تقلت معايا العناصر كامله، تقلاو في الطاجين. هنا قطعت البطاطا دوائر كنستفها في الطاجين، ومن بعد غادي نزيد عليها الفلافل، قطعتهم حتى هما دوائر. ومن بعد غادي نحط على الكفته اللي صايبنا، وندير عليها المطيشه ونخليها طيب، ونرد عليكم نشوفوا كيفاش غادي يجي معنا هاد الطويجين. من النتيجه بعدا ديال الفران راه تبارك الله جات واعره، بحال سبحان الله داك الكفته بحال شويها على الفاخر. زعما نتيجه زوينه بهراتني، زعما تبارك الله عليه داك السيد، فكره زوينه. والقناه ديالو زوينه تبارك الله، راه كيدير افكار زوينه. اللي بغى القناه ديالو السميه ديالو يكتبها ليا في التعاليق، نكتب ليهم نطاقي ليهم السيد باش يتفرجوا لي في القناه ديالو، حتى هو تبارك الله عنده افكار زوينه، الله يوفقه. الا وصلتوا معايا حتى لهنا كنتمنى ديروا لي لايك وشي تعليق زوين، وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، وكنتمنى ديروا لي لايكات بزاف باش الفيديو يطلع، ونشروها مع اصحابكم، وبارطاجيو القناه مع اصحابكم وحبابكم. وشكرا بزاف على اللي اشترك في القناه، واللي عجبو الفيديو يشترك ان شاء الله. وكنتمنى الفيديو يعجبكم بزاف. هنا كما كتشوفوا راه درت شويه الزيت البلديه من فوق الطاجين، ودرت معاه شويه الفلفله، ودرت معاه ورق سيدنا موسى حطيتهم في الجناب ديال الطاجين. وهنايا راه طاب ليا الطاجين، راه تبارك الله عرفتي الريحه ديالته واعره واعره واعره. سبحان الله الكفته كتبان لك بحال مشويها مع داك المكون ديال القمح، بحال دايراها في الفاخر. هي راه على مع البوطو ريحتها ديال الفاخر. تبارك الله عليه، زعما الطريقه زوينه وعجباتني، وكنتمنى انكم ديروها وما غاديش تندموا عليها. يلا السلام عليكم.